ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مجددا في حلقة جديدة من مسلسل عروس بيروت. الحلقة 58 سنسرد لكم أهم الأحداث. أولا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بلايك تشجيعا لنا وشكرا. فارس وإخوته بالشركة، ويتعصب فارس حين يعلم بمشروع خليل الجديد وهو الشحن الجوي، والذي بالأصل خطط له آدم من أجل إيقاع آل الظاهر بمشكلة أكبر من رؤوسهم. تكون نتيجة الاجتماع سيئة ويغادر فارس المكتب ويلحق به هادي، ولكن الأخير لم يستطع أن يتكلم مع فارس، وفارس يقول له: لا يهمني كلام عبير، والشيء الذي يهمني هو نظرة الخجل بعيونك. ثريا تتقابل مع فارس في باب الشركة وتحاول أن تهدئ من عصبيته وتعزمه على المطعم، وتخبره أن يومها أيضا لم يكن جيدا، حيث أن سارة غاضبة منها بسبب الرسالة. وحليم يلحق بفارس وثريا دون أن ينتبه له. خليل يتصل على آدم ويخبره بأمر المشروع أنه قدمه، ويطلب خليل أن يلتقي بآدم، ولكن الأخير يرفض بحجة التعب. عماد يزور أميرة بالمستشفى ويخطط معها على طريقة إدخال الأموال إليها، وتتعصب أميرة لأن آدم لم يعد يهتم بها، وتتهجم على عماد ويطلب لها الممرضات. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.